هي عمرها ما كانت متاخره، انا لحقت نفسي وجيت اعمل بروتكشن للعربيه. طيب هو انا ليه اصلا اعمل بروتكشن للعربيه بتاعتي؟ خليني اقول لك ان الشوارع عندنا في مصر هي مجهزه ان انت تحك العربيه اكتر من مره، سواء بقى في عندك قطط، سواء في عندك كلاب، سواء في اولاد صغيرين بيحبوا الخير للناس فبياخد العربيه كده من اولها لاخرها بمفتاح. الحاجه دي بسهوله جدا هتقدر ان انت تعالجها لو في بروتكشن في العربيه. حاجه كمان، الصاج بتاع العربيه مع الشمس ومع العوامل الجويه الصاج بيتبهدل، لونه نفسه بيتغير. طب انت تقدر تحافظ على لون الصاج مع البروتكشن. طب اقول لك بقى على حاجه مهمه بقى، احنا دافعين دم قلبنا في العربيه. لما تيجي تريسيل العربيه دي عايز يبقى سعرها عالي. العربيه اللي فيها بروتكشن بتتباع بسعر اعلى من العربيه اللي ما فيهاش بروتكشن، فكلها حاجات مهمه. طب جوه العربيه بقى، النانو بقى اللي جوه العربيه ده قصه تانية خالص، لان انت بتحافظ على التابلو بتاعك من ان هو يتشق، تحافظ على الفرش الجلد من ان هو يحصل له اي حاجه ويبقى عنده عمر اطول. كمان العزل الحراري اللي في الازاز ده مهم قوي، لان احنا الشمس عندنا قاسيه جدا جدا، فانت هتقدر تحافظ على درجه الحراره جوه العربيه. يعني مثلا لو انت التكييف على 3، لو في عزل حراري في العربيه فاحنا ممكن يبقى التكييف على 1. كل الحاجات دي تخليك تحافظ على العربيه، يبقى عندك تجربه سواقه برنس 100 100. ما تستخسرش في العربيه بتاعتك، انا قلتها لك اهو.